اهلا بيكم يوم جديد وحلقه جديده من كل بلد اكله. برحب بكل المشاهدين تابعونا النهارده معاكم لمده ساعه ان شاء الله على الهوا. كل سنه وانتم طيبين، يا رب كل ايامنا كلها اعياد وفرحه وكل ايامنا كلها مناسبات سعيده دايما. النهارده هنعمل الاكلات اللي مختصه بالعيد. ناس كتيره طبعا بتكون مشتاقه للاسماك المملحه. هنعمل النهارده وصفات منها ان شاء الله مختلفه تعجبكم. هنشوف ازاي كمان نخلي الرنجه بطريقه بسيطه وسهله جدا، نعمل منها اطباق متنوعه وخفيفه. يعني اكيد بقالنا فتره ما بناكلهاش خلال طبعا فتره شهر رمضان، فبنكون دايما مشتاقين كده لحاجات معينه مش بناكلها في رمضان، فمن ضمنها الرنجه والفسيخ والسردين والتونه. بس احنا النهارده هنعمل رنجه بس. هنعمل النهارده منها اطباق متنوعه. هنشوف الاول ازاي ممكن نختار الرنجه، ازاي كمان ان انا اخليها، او لو جبت الرنجه والراجل مثلا ادهاني فيها ملح زياده، فازاي ان انا اخلي الملح ده يقل منها. اولا الرنجه لازم انقيها تكون ماسكه نفسها مش طريه. مهم جدا ان القشره بتاعتها تكون فيها اللمعه بتاعتها خلاص. مهم قوي ان انا لما ادوس عليها زيها زي اي سمك، لما ادوس عليها كده اهو، بصوا يعني صباعي مش بيغرز لجوه، بيرد تاني خلاص اهي، وبتكون متماسكه معايا بالشكل ده خلاص اهي. طيب هنعمل فيها ايه؟ طبعا اولا ما ينفعش ناكلها كده على طول، اكيد لازم نعمل لها زي تعقيم للرنجه. في ناس بتشويها وبتاكلها على طول. الشوي صحي جدا، هو بيقتل اي بكتيريا وفطريات فيها، بس كمان بيثبت شويه الملوحه فيها، فاحنا عايزين نقلل الملح طبعا منها علشان ما تبقاش فيها اي ضرر علينا. زائد كمان الاضافات اللي احنا هنضيفها معاها علشان تقلل الملوحه، وعلشان تحسسنا بالشبع، وعلشان يبقى فيها فايبر زياده، قيمه غذائيه زياده، ما يبقاش باكل سمكه مملحه بس. مشكله الرنجه على فكره، ناس بتسال في الدايت، الرنجه هي رنجه مش ممنوعه، بس الفكره ان احنا بناكل فيها عيش كتير جدا، فبناخد كم نشويات كتير. لكن لو حطيت معاها خضروات كتيره كسلطه، يعني زي ما بنيجي نعمل مثلا سلطه التونه، هايله جدا. كل ما ازود الخضروات كل طبعا ما يكون افضل. في وصفه فيها كمان بنشويات، بس هتكون النشويات بتاعتنا فيها هتكون البطاطس. طيب انا عندي ميه هنا بتغلي، ميه ما فيهاش اي اضافات خالص غير ان هي بس على النار تغلي. كل اللي هعمله ان انا هنزل فيها السمكايه على الناحيتين وهطلعها تاني، هخلي منها الجلد، هشيل منها اللحم واشيل منها الشوك ونطلع منها البطارخ بدون اي غلبه خالص، ولا نبقى مش عارفين ازاي نشيل الجلد. طب شويناها، طب هتعمل دخنه جامد قوي في البيت. انا الحقيقه الشوي لطيف جدا، بس بيعمل دخنه فظيعه في البيت. فالميه ما بتعملش الدخنه دي خالص، ما بتعملش الريحه اللي بتعبق عندنا البيت يوم ما بنعمل الرنجه. الميه بس تغلي معانا. هقول لكم على اول وصفه معانا. اول وصفه هي الرنجه بالبطاطس، او سلطه البطاطس بالرنجه، او سلطه الرنجه بالبطاطس. عندي مكعبات من البطاطس مسلوقه 3 ارباع سلق. البطاطس دايما لما بتيجي تدخل عندي في السلطات لازم تكون 3 ارباع سلق علشان ما تتهريش معايا وانا بقلبها. عندي مكعبات رنجه. ازاي نعمل مكعبات رنجه؟ هنشوف دلوقتي واحنا بنخلي لحم الرنجه ازاي ممكن يطلع منه مكعبات، او نقطعها التقطيعه اللي احنا عايزينها. عندي بقدونس وعندي جزر وعندي فلفل، عندي كمان مايونيز، وطبعا عصير ليمون. المقادير مره تانية: عندي مكعبات من البطاطس، عندي مكعبات من الرنجة، عندي بقدونس وعندي جزر وعندي فلفل الوان، فلفل اخضر زي ما تحبوا طبعا، وعندي عصير ليمون وعندي مايونيز. شوف كده معانا مقاديرنا، واي خضروات حابين تضيفوها عليها زي ما تحبوا. طبعا البصل اساسي، رنجة يعني بصل. تمام اهي. وعندنا كمان ادي البطاطس. البطاطس اهي بالشكل ده كده، انا سلقتها، قطعتها مكعبات وسلقتها 3 ارباع سلق علشان تتحمل معايا وانا بقلبها. بالنسبه للرنجه عندنا اهو لحم الرنجه، لحم الرنجه عندي هنا مخلي، وهنشوف دلوقتي طبعا هنخليه مع بعض ازاي. بس ناخد الاول اللي احنا هنستخدمه في الوصفه بتاعتنا. هقطع كده مكعبات، يعني تقريبا حوالي سمكه او 2 زي ما تحبوا، يعني مش بمقادير محدده الحقيقه، حسب ما تحبوا ايه اكتر من ايه. تمام. حوالي سمكه او 2 براحتكم. البطاطس حوالي 2 بطاطس متوسطه. تمام اهي. بحط عليها الرنجه
يبقى انا هنا كده اخدت النشويات بتاعتي بطاطس مش عيش. اوكي اهي. شايفين اللحم لما بيكون مخلي معايا بيتقطع مكعبات بسهوله او يتهرس بشوكه برضو بسهوله اهي. تمام، ممكن ناخد قطعه كده كمان. بس وكل اللي هعمله ان انا هضيف عليها كل المكونات بتاعتي وهنقلبها، يبقى طبق جاهز معانا مفيهوش اي حاجه خالص. تمام، هناخد هنا عندي البصل، بصل شرايح، وهاخد كمان البقدونس والفلفل، وادي الجزر. يبقى انا هنا دخلت كم فيتامينات من الخضروات اللي انا ضفتها، كم هايل جدا. هاخد عندي هنا كمان عصير ليمونه، ممكن اخد معلقه زيت. تمام، وهنزل كده عندي بالمايونيز بس وهقلب. خلصت معايا السلطه، بسيطه مختلفه طعمها هايل جدا. يعني اللي جربها قبل كده عجبته، اللي لسه ما جربهاش ويستغرب البطاطس، لا جربوها ان شاء الله تعجبكم اهي. بصوا بقى الوانها وشكلها اهي. نقلبها بس كويس. ممكن بقى يعني نحضرها مثلا النهارده مثلا بالليل وناكلها تاني يوم. في ناس بتاكل اول يوم اسماك وبياكلوا بعد كده تاني وتالت يوم ممكن بقى الاسماك اللي هي المملحه. وفي ناس العكس، بياكلوا اول يوم الاسماك المملحه وبعد كده الاسماك العاديه، او بياكلوا بقى اي حاجه مثلا ما كلوهاش في شهر رمضان بقى زي كشري، بصاره، الحاجات اللي شويه بنبقى بعيد عنها في شهر رمضان. طيب اهي كده السلطه عندي كده جاهزه، خليها هنا كده على جنب خلاص لحد ما نقدمها. الميه هنا عندي غليت. تعالوا بقى اوريكم ازاي نعمل السمكيه دي. بصوا خلي بالكم المده اللي انا بنزل فيها بالسمكه، هنزل على اول ناحيه اهي، يعني هتعدوا 1 2 3 بالظبط. خلاص بصوا اللي حصل معايا ايه، الجلد بدأ اهو ان هو يتشال معايا. لو سبتها اكتر من كده خلاص السمكه هتتهري، فخلي بالكم. تمام اهي واحده تانية. تمام، والناحيه التانية. اوكي طيب بعد كده هعمل ايه، هجيب البلانشة بتاعتي ونشوف ازاي ممكن نقطعها مع بعض، ونقفل النار هنا مش محتاجينها تاني. اول حاجه عندي هشيل راس السمكه والديل بتاعها اهي. بقى عندي الجزء بس اللي انا هحتاج منه اللحم بتاعي اهو. طريقه على فكره سهله جدا وبسيطه، ودايما يعني بتحصل معانا كتير نقول للراجل عايزين رنجه تكون دلعه، فنروح البيت نعملها نلاقيها مالحه جدا. فيعني كميه الميه اللي بنشربها معاها والعطش غير عادي. بصوا بقى الجلد هنا معايا بيتشال بسهوله ازاي اهي. طبعا احنا ممكن نجيب كميه ونحضرها بنفس الشكل ده ونحفظها في علبه، يبقى عندي لحم بس مخلي في العلبه خلاص، والبطارخ زي ما انتم حابين، ونشيلها عندنا في الفريزر. او ممكن تقعد في التلاجة حوالي 3 اسابيع شهر، بس تكون عليها كمية زيت علشان تحفظها. دي لا، احنا هنا دلوقتي بنوري ازاي نخلي الرنجة نفسها، بس احنا عملنا سلطة البطاطس بالرنجة. تمام اهي، شلنا كده تقريبا كل الجلد اللي فيها. طيب بعد كده بقى هنعمل ايه،
هحاول كده افتحها اهي، بفصل بس جزئين عن بعض اهي، بالشكل ده. بس انا لحد دلوقتي بايدي مش بالسكينه اهو. تمام زي ما احنا شايفين كده. هاخد البطارخ دي اهي، ولازم انضفها كويس جدا من اي حاجه حواليها اهي. لازم افصل الفصين بتوع البطارخ دول واتاكد ان مفيش ما بينهم حاجه اهي. عندي بالشكل ده. بقى عندي هنا اهو الجزئين بتوع اللحمه نفسها اهي. بشيل الشوكه اهي خلاص. ابتدي بقى عندي هنا الجوانب. الجوانب دي اهي بالسكينه بالشكل ده. تمام بسحب كده اهي الشوك اللي هنا، ممكن اشيلها في الجزء ده خالص. بقت عندي اهي كده قطعه اللحمه بتاعه الرنجه. بتتباع كده بره في علب او في برطمانات، فهي سهله جدا ان احنا نعملها، وسهله قوي ان انا لما بكون عايزه سلطه مثلا فيها شكل مكعبات الرنجه، او فيها مثلا شكل الرنجه وهي ملفوفه فيها مثلا حشو خضار او whatever الحشو اللي فيها، بكون مش عارفه اعملها ازاي. ان احنا طبعا عقبال ما بنشويها وبنقطعها حتت فما بتدينيش الشكل ده. فده شكل بسهوله اهو تقدروا تعملوه اهي. بسحب كده الشوك لبره. تمام بقت عندي اهي بالشكل ده. نعمل التانية ونشوفها برضو مع بعض. بعد ما شلت الراس والديل بتاع الرنجة هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اخد من هنا من اي طرف الاقي فيه كده القشرة بس واضحة عندي، ببتدي اسحب من اي طرف وابتدي اشد بعد كده واحدة واحدة. خلاص. بس مش معنى يعني مش معنى كده ان هي تتشال معايا بسهولة ان انا يعني استقوى عليها، لا خلينا كده بس بالراحة برضو معاها علشان ما تقطعليش السمكية. ممكن دي ناخدها بس كده من هنا اهي علشان بس اخد حرف من القشر. تمام اهي. ابتدي اسحب كده واحده واحده. طبعا الاضافات اللي احنا بنضيفها معاها سواء مايونيز سواء طحينه، كل الحاجات دي برضو بتخفف الملوحه بتاعتها. الخضروات اللي احنا برضو بنزودها عليها برضو بتخفف عندي الملوحه بتاعتها. فعشان كده يعني احنا ممكن ناكلها عادي جدا، لكن باضافات يعني ما تعمليش مشكله، بالعكس تديني فايده وتخليني ما اكلش منها كتير. يعني انا ممكن طبق سلطه زي احنا عملناه ده بسمكايه مثلا واحده خلاص، بس بقى طبق سلطه يعني محترم مش حاجه قليله. كلت الرنجه اللي انا نفسي فيها لكن بكميات برضو صغيره مع اضافات تانية. خلاص اهي. تمام وناخد برضو الجنب التاني اهي. طبعا في ناس بتحب البطارخ في ناس ما بتحبش البطارخ. انا الحقيقه ماليش في البطارخ قوي يعني. بس احنا النهارده بما ان هي موجوده عندنا في الرنجه فهنستغلها برضو ونعمل منها وصفه برضو بسيطه جدا، يعني يمكن تغيروا رايكم فيها اللي ما بيحبهاش يعني. اهي كده انا خلصت كل الجلد. تمام. هبتدي اعمل ايه؟ زي ما قلت لكم بفتحها كده بالراحه خالص اهو كده بايدي اهي. اهي بالراحه بس كده خالص لحد بس ما افصلها بسيطه. او عايزين تتعاملوا طبعا بسكينه على طول ممكن جدا، بس يعني الموضوع مش مستاهل. اهي باخد كده البطارخ. بصوا البطارخ دي يا جماعه بتبقى عباره عن فصين اهي. اهي كده. تمام. في حاجات ما بين الفصين دي لازم ان انا اشيلها
وانضفها واتخلص منها كويس جدا اهي. البطاريه دي بتتباع بره غاليه برضو، في برطمانات بتكون في السوبر ماركت او عند الناس الكبار اللي بيبيعوا الرنجة والفسيخ، وبتكون غالية. اهي بالشكل ده كده. ادي عندي قطعة تانية اهي من السمك. انا كده بشيل القلب اللي هو في النص خلاص، مش بشيل لحم القلب اللي هو في النص ده، انا مش محتاجاه اهو بالشكل ده، بدل ما هفضل قاعده انضفه وقاعده اشد فيها، اهي بتتشال على بعضها خلاص. ادي كده اللحم الرنجة بتاعنا تمام. طيب نشوف بعد كده بقى باقي وصفاتنا. احنا كده عندنا اللحم جاهز خلاص، شفنا ازاي ممكن نتخلص من الملح الزياده اللي في الرنجه، ازاي نعقمها او نتخلص من البكتيريا والفطريات اللي فيها علشان ما يحصلناش اي مشكله تمام. وشفنا كمان ازاي بنخليها ونطلع لحم بس، وازاي ان احنا ممكن نحفظها سواء بال يعني وهي لحم كده او بطارخ، ان انا ممكن تكون في برطمان او في علبه ويكون عليها زيت اهم حاجه علشان نحفظها وعلشان ما تبوظش مننا. وعايزه اقول لكم مفيش اي ريحه، بعيد بقى عن اي دخن او اي حاجه، مفيش خالص. طيب تعالوا نعمل الوصفه التانية مع بعض، وهي رنجه بصوص الشبت. رنجه بصوص الشبت من الحاجات برضو اللي طعمها مختلف، فيها كده اضافه بسيطه، وطريقه طهيها كمان يعني بتبقى على السخن مش على البارد، فبتكون لطيفه جدا. رنجة بصوص الشبت، عندي سمكة رنجة خلاص، وعندي معلقتين من الشبت، معلقتين من المستردة، وعصير ليمون، وربع كوباية مية وخل. عندي هنا النار كده هنا شغالة، ادي الليمون وادي الخل خلاص. ونجيب معانا كمان المية. حابة اضيف فيها بصل فلفل، احنا هنضيف فيها فلفل برضو. عندي ربع كوباية مية اهي تمام، وعندي خل، وعندي ليمون، وعندي حوالي معلقتين من الشبت. اوكي، وعندي كمان معلقتين من المستردة، كله مع بعض على النار. وبعد كده هنضيفه على ال الايه الرنج. طيب احنا نشيل دي خالص. مجرد بس ما تغلي انا ببتدي بعد كده ان انا انزل على الرنج. طيب نشيلها خالص اهي، بس ريحنا نفسنا. هبتدي هنا اقلب كده، بصوا تبتدي تغلي معايا اهي تمام. اضافه هنا المستردة مع الشبت على الرنجة فظيعه على فكره. الصوص ده انتوا ممكن تعملوه فوق السلمون كمان، فوق اي قطع سمك فيليه، يكون بس متشوح كده تشويحه بسيطه او على جريل، وتعملوا الصوص ده عليه. الايه خلاص، يبقى احنا هنا كده عندنا الشبت وعندنا المستردة وعندنا الليمون والخل. هنزل كده بفلفل اهي، ريحه المستردة طالعه مع الشبت، يعني بجد جربوها هتعجبكم جدا. شمين صح؟ واصله لكم الريحه، عيد بقى وهندوق على طول. طيب هنجيب هنا عندنا طبق، مجرد بصوا الخليط معايا ما غلي اهو، انا خلاص صفيت النار مش عايزاها تاني. وهاخد كده عندي هنا السمكية اهي اللي انا عملتها، يعني الجنب الواحد بقطعه على 3 قطع مثلا اهي.
حابين برضو تقطعوهم مكعبات صغيره، يعني زي ما تحبوا. الموضوع مش يعني مش لازم بالشكل ده. سمكية بقى، سمكية ونص، سمكتين، زي ما تحبوا. عازمين عزومة بقى طبعا هيبقى يعني هتكتروا شوية اهي. تمام. وهاخد عندي الصوص ده اهو، ناخد بس بمعلقة علشان نوزع. اهي بنزل كده فوق الرنجة. جربوها بجد، مختلفة، فيها مزازة وطعم حلو جدا ومختلف جدا. الصوص اللي احنا عملناه ده على فكرة يكفي يعني لحد 3 سمكات. تمام اهي. ادي كده طبق الرنجة بصوص الشبت والمستردة. تمام. عندنا ايه تاني بعد كده؟ تعالوا نعمل مع بعض موس البطارخ. عندي هنا اهي بطارخ. البطارخ دي حوالي بطارخ 3 سمكات او 4 سمكات اهي. تمام. تقطع بس كده صغير اهي. طيب موس البطارخ احنا هنضيف عليه طحينة، هنضيف عليه مايونيز، وهنضيف عليه بصل. اي اضافات تانية حابين تضيفوها من خضروات ضيفوها، مفيش اي مشكلة خالص فيها. تمام اهي. قطعها بس كده قطع صغيرة. تمام. نغير بس الجلافزات دي. عندي طحينة. طحينة مش خام ومش متخففة قوي، خفيفة يعني، سمكها سمك كريمي كده خلاص، يعني اتقل سنة من طحينة كسلطة. بصوا اهو، بصوا سمك الطحينة معايا اهي بالشكل ده كده. تمام. ده السمك اللي انا عايزاه في الطحينة. خلاص. هنضيف قد ايه؟ مش قصة بقى هنضيف قد ايه، انا حابة الموس ايه، تقيل خفيف وسط، في ايدي بقى انا اضيف ايه، اخفف ايه، ازود مايونيز، ازود طحينه، طب انا عايزاها بطحينه بس، طب انا عايزاها بمايونيز بس، براحتكم خالص يعني. ترجع للذوق شويه وانتم شغالين فيها. موس البطارخ، عندي بطارخ وطحينه ومايونيز وعصير ليمون وبصل. زي ما قلت لكم اي اضافات تانية عايزين تضيفوها اوكي، مفيش اي مشكله. نجيب حاجه هنا بصوا انا هنزل هنا كده بالبطارخ. تمام. وهننزل كمان بالليمون ومعلقه واحده من الزيت. وعندي بصل. تمام. المايونيز بقى يعني معلقتين تقريبا. اوكي. الطحينه هنقول برضو تقريبا معلقتين. خلاص. ونشوف بعد كده واحنا شغالين محتاجين ايه مش محتاجين ايه. نضربها هنا كده. يعني بعد الوصفه دي ممكن اغير رايي في البطارخ. اخر كلام. ده اللي باقي ولا اللي راح؟ طيب اهي كده بنعمها خالص. انا شايفه ان هي مش محتاجه اضافات تانية، فعشان كده مش هنزل باي حاجه تانية اهي. تمام. اوكي بصوا شكلها معانا.
ايه رايكم؟ طيب نجيب هنا كده معانا الطبق اللي هنقدم فيه. ممكن نقدمه مع عيش، مع خضار، زي ما تحبوا طبعا. يعني كده وناخد معلقه، ننزل هنا كده اهي. شايفين؟ بصوا السماكه بتاعتها، انا شايفه ان هي مش محتاجه تاني ولا طحينه ولا مايونيز ولا اي حاجه تاني. فيها طبعا طعم البصل اهي، كفايه كده. بس مع العيش بتاعها بقى عندي موس البطارخ. تمام. دي كده ادي اول طبقين. ونعمل ايه تاني؟ نقدم بس الطبق ده. سلطة البطاطس بالرنجة، برضو الحقيقة من الحاجات اللي طعمها هايل جدا. شايفين طبعا الوانها عاملة ازاي اهي. طبعا الحاجات دي بتحتاج ان احنا ناكل خضروات كتير، نشرب مشروبات ليمون، نعناع، شاي اخضر، ينسون. الحاجات دي مهمة جدا جدا. تمام. يبقى كده اول 3 اطباق معانا. طيب هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ ننضف بس مكاننا وهقول لكم حالا هنعمل ايه. هنعمل كده برضو صنف بسيط كده وسريع. هحتاج اي معجنات عندي، اي عجينه عندي، عجينه بيتزا، عجينه العشر دقايق، اي معجنات ناجحه معاكم. تمام. هنعمل معجنات بالرنجه. ناس كتير هتستغربها بس جربوها. بناكل بيتزا بالتونه صح، بناكل الرنجه بالعيش، فنفس الفكره يعني، مش حاجه مختلفه قوي. عندي هنا زي ما قلت لكم عجينه، اي عجينه تحبوها، عجينه عيش، عجينه بيتزا، اي معجنات انتوا جربتوها وعجباكم ناجحه معاكم استخدموها. تمام. هناخد بس هنا كده رشه كده من الدقيق، وهاخد عليها العجينه بتاعتي. اوكي تمام. هفردها واقطعها بقطعات زي الميني بيتزا. خلاص، بس نفردها الاول. كل اللي هحتاجه رنجه، مايونيز، ممكن زيتون اسود، خلاص، وشرايح من البصل، مش اكتر من كده. رنجه، مايونيز، شرايح بصل، وزيتون، وبس. اهي كده. تمام كده. وعايزينها رفيعه، مش عايزينها تكون سميكه. ادي كده عندي اهو الزيتون، وادي المايونيز، وعندنا كمان البصل. هاخد بس هنا كده معلقه تقريبا من المايونيز. دي هقطع فيها قطع رنجه صغيره، هقلبها معاها واضيفها على الوش عندي مع شرايح البصل مع الزيتون. فليكن مثلا نعملها بالقطاعه دي. اوكي.
يعني كنوع من انواع التغيير. اشيل بقى الزيادات بتاعه العجينه دي، مش محتاجاها. الزيادات دي نلمها تاني كده خلاص، وندمجها بس كويس جدا. بقت عندي عجينه تانية، وابتدي اسيبها بس ترتاح. لو فردتها دلوقتي هتلاقوها عماله بترجع معايا تاني. اسيبها عندي ترتاح شويه، يعني 10 دقايق تقريبا. وبعد كده ببتدي افردها واعملها نفس الصنف تاني، او صنف مختلف، حشو مختلف زي ما تحبوا. اهي تمام. نجيب كده الصينيه بتاعتنا. اوكي. امم نخلص ده الاول. ايوه اهي كده. تمام. هنعمل ايه هنا بعد كده؟ هجيب عندي قطعة كده صغيرة خالص من الرنجة اهي. اعملها حتى بايدي علشان ابقى حاسه ان هي صغيره، او اقطعها زي ما انا عايزه. خلاص ممكن نهرسها بالشوكه، مفيش اي مشكله. بضيفها بعد كده عندي على الوش، ومعاها شرايح بصل، معاها شرايح زيتون زي ما تحبوا. مفيش اي جبن خالص، مفيش اي حاجه تانية خالص. اهي المايونيز عندي هيطريها لي، ومش هحتاج اي حاجه تانية. اهي. ومش هكتر على فكره، يعني مش هكتر على وش المعجنات نفسها، هخليها بسيطه. ممكن على فكره نعمل عيش ابيض خلاص، ونقطعه برده دواير بالشكل ده، نعمله بنفس الوصفه اللي انا هعملها دلوقتي، نفس الخليط بتاع الرنجه مع المايونيز مع البصل مع الزيتون، وتدخل برده الفرن. هيطلع العيش عندي مقرمش وحلو. يعني لو مش عايزين نعملها بمعجنات، لكن لو بمعجنات زي ما قلت لكم اي عجينه ناجحه معاكم، حتى لو قلنا كوبايتين من الدقيق وكوبايه ميه خلاص، ومعلقه زيت ورشه ملح ومعلقه صغيره من الخميره ورشه سكر بس. اعجنوها، سيبوها تتخمر، واعملوا بيها الوصفه دي. اهي بصوا، انا هقلب هنا المايونيز والرنجه. اخد بقى كده اهو. وبعد كده هبتدي اوزع على الوش. طيب عقبال ما نوزع الرنجه على الوش المعجنات بتاعتنا، ناخد فاصل سريع جدا، راجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وزعنا الرنجة زي ما احنا شايفين كده بالمايونيز. بصوا حسب الكميات اللي انتوا عايزينها. خلاص هاخد عندي هنا كده شرايح من البصل اهي. كتروا بقى من البصل والبقدونس مع الرنجة والخس، الحاجات دي مهمة قوي يا جماعة اهي. يبقى احنا غيرنا وعملنا حاجة مختلفة، معجنات الرنجة خلاص، بدل ما كله يكون سلطات اهي. تمام كده. ادي البصل. طيب وبعدين الزيتون اهو. لو حبينا على فكرة لحد كده من غير بصل من غير زيتون ممكن قوي اهي. ادخل على درجة حرارة 220. بس انا مش عايزة اي حاجة غير انه المعجنات بتاعتي نفسها هي اللي تستوي، مش اكتر من كده. الرنجة طبعا خلاص مستوية، بصل عادي، مايونيز عادي. محتاجين بس العجينة. كل ما خليناها رفيعة كل ما بقت معانا احلى في الطعم، ما حسيناهاش ان هي حاجة غريبة. خلاص اهي. تقدروا تستبدلوا الرنجة بالتونة على فكرة زي ما تحبوا. طيب نشيل كده الحاجات دي. لو حابين عندنا فلفل، احنا ممكن نحط فلفل على الوش، ايه رأيكم؟ تدي برضو الوان كده وشكل حلو. وزودوا بقى فلفل في المقادير اهي. تمام. تدخل الفرن عندي على 220 تستوي بس العجينه، ومش عايزه حاجه اكتر من كده اهي.
عملنا ايه تاني مع بعض؟ عملنا موس البطارخ، عملنا سلطه البطاطس بالرنجه خلاص، وعملنا كمان الرنجه بصوص الشبت والمستردة. شفنا ازاي ممكن نخلي الرنجه، او ممكن ازاي نتخلص من الملح الزياده اللي فيها. ننضف بس مكاننا. طيب نعمل ايه كمان دلوقتي؟ على فكره الرنجه في منها يعني وصفات وحاجات كتيره جدا واطباق مختلفه، ومنها سلطات مختلفه واضافات مختلفه، بنجر، فجل احمر، بصوا حاجات كتيره جدا ممكن تعملوا بيها الرنجه. طيب يبقى احنا كده عملنا موس البطارخ، عملنا الرنجه بالشبت والمستردة، عملنا سلطه الرنجه بالبطاطس، تمام. عملنا المعجنات كمان ودخلناها معانا الفرن. تعالوا دلوقتي هنعمل ايه؟ نعمل بقى موس الرنجه نفسه. احنا عملنا موس البطارخ، تعالوا بقى نعمل موس الرنجه نفسه. عندي رنجه، وعندي مايونيز، وعندي طحينه، عندنا كمان فلفل، وعندنا بصل، عندنا شبت، وعندنا بقدونس. كل ما كترتوا في الوصفه دي الخضروات كل ما بقت احلى. الخضروات بقى المقصود بيها هنا ايه؟ البقدونس والشبت والفلفل. وكمان بقى لو يعني انا الوصفه دي انا بعملها الحقيقه ببصل اخضر كمان، مش بصل احمر عادي. فلو في كمان بصل اخضر ضفتوها في الوصفه دي، البصلايه كلها على بعضها، الجزء الابيض والجزء الاخضر، بتكون رائعه جدا. جربوها لما البصل الاخضر يكون موجود في السوق واعملوها هتلاقوها حلوه قوي. برضو مش بكميات محدده، يعني زي ما عملنا كده موس البطارخ، نزلنا بشويه من المايونيز وشويه من الطحينه، شفنا لقينا السمك بتاعها كويس، خلاص انا مش محتاجه تاني. تقيله ممكن ازود الصوصات شويه، خفيفه ممكن ازود اللحم نفسه، فزي ما تحبوا. خلاص انا عندي هنا بصل، عندي فلفل، عندي شبت، عندي بقدونس، وعندنا قطع الرنجه. خلاص يبقى دي كده هنعمل موس الرنجه. وعندي كمان مايونيز، وطبعا عصير ليمون، ومعلقتين من الخل، وادي المايونيز. تمام. هقول لكم مقاديرها تاني عشان ايه، اكيد انتوا حاسين ان مقاديرها كتيره شويه. عندي سمك رنجه عادي خالص اهو، تمام. عندي كمان بصل، وعندي بقدونس، وشبت، وفلفل، مايونيز، طحينه، عصير ليمون، معلقتين من الخل، معلقه من الزيت. تمام اهي. تمام كده. هنزل اهو الرنجة على البصل. اوكي. وبعدين نعمل ايه تاني؟ هبتدي هنا اخد عليها الطحينة، يعني تقريبا نقول نص كوباية. يعني اللي انا عملتهم دول حوالي 3 سمكات، نص كوباية من الطحينة. وهناخد المايونيز، وهاخد معلقة من الزيت، عصير ليمون، وعندي معلقتين من الخل، ادي الشبت والبقدونس، وادي الفلفل. تمام لحد كده. هقول لكم تاني قبل ما نخفقها مع بعض. عندي رنجة، وعندنا بصل، وفي طحينة، وفي مايونيز، وفي ليمون، وخل، ومعلقة من الزيت، وفي شبت، وفي بقدونس، وفي بصل. زودوا الفلفل، زودوا البقدونس، زودوا الشبت، ممكن كمان تحطوا كزبرة لو في بصل اخضر، يا ريت بجد بتكون هايلة جدا بالبصل الاخضر. تمام لحد كده. ممكن هنا نخفقها مكانها بطارخ، مش مشكلة اهي. طبعا لو عندكم كبة ممكن في الخلاط برضو هتمشي زي ما تحبوا. الموز ده بيبقى حلو جدا جدا بقى مع عيش محمص، عيش محمص وبصل اخضر، او بصل في احمر في ليمون كده وخل، وعيشوا بقى حياتكم.
الفكره كلها ان هي تكون ناعمه خالص، كريمي. نفس الموز ده تقدروا تعملوا بيه تورته رنجة. تورته رنجة مع العيش التوست او العيش الابيض، بتبقى طبقات وبتتزين، بتتغلف بعد كده بسور كريم او بمايونيز، وتتزين بكل الخضروات الموجوده عندنا، طماطم، جزر، خيار، وردات كده منها، بشر بقدونس. بتبقى شكلها شيك وحلوه جدا، ومحدش يتخيل ان هي تورته رنجة. ونفس الوصفه بالظبط بالظبط، شيلوا رنجة وحطوا مكانها تونه، بتكون فظيعه. يعني عشان اللي بيحبش الرنجة برضو يبقى عنده بديل يعمله. تمام. طيب ادي كده عندنا اهي موس الرنجة معانا. بصوا شايفين شكله بقى عامل ازاي اهي، بصوا بقى كريمي معايا جدا. عايزه اقول لكم ريحه وطعم بيكون حلو جدا، يجربوها مش هتندموا اهي. تمام. شوف بس اللي في الفرن بدأ المعجنات بتاعتنا اهي. طيب نجيب عندنا ايه، نجيب طبق نقدم فيه موس الرنجة. ممكن قبل ما نقدم فيه الموس بتاع الرنجة ممكن نجرنشه كده بسيط من الخضار، من البصل، يعني زي ما تحبوا، العيش المحمص، يعني ندي شوية ألوان كده للطبق. الحاجات اللي بنحطها دي مش للجارنش بس، دي كمان لا ناكلها. خلاص الفكرة مش ان احنا حاطينها علشان نجرنش بيها، لا علشان كمان ناكلها، تفرق معانا كتير. يعني عندنا الكرنب الاحمر ده مضادات اكسده غير طبيعيه، من الحاجات المقاومه جدا للسرطان. مهم. عيش بقى محمص، عيش زي ما تحبوا. طبعا طبعا بيفضل انه يكون عيش بلدي مش عيش ابيض. خلاص اهي. هو العيش اتكسر مني، فبنحاول يعني ايه ننقذ ما يمكن انقاذه. تمام. ممكن ناخد كمان هنا كده ترانشات من البصل، ونكسر هنا ما بينهم من البصل شبه شويه نفس اللون بتاع الكرنب، فنكسر شويه كده باللون. خلاص. وابتدي بعد كده انزل بالموس بتاعي. احنا قدامنا قد ايه؟ لا والله. طيب ادي يعني خلاص ادي كده اهو ايه موس الرنجة. جربوه بجد هيعجبكم جدا جدا فوق ما تتخيلوا. طعم مختلف خالص للرنجة. بيبقى تغيير في نفس الوقت. حابين بقى تعملوا الاصناف كلها، حابين يعني صنف اتنين، يعني اكيد كل واحد وذوقه، اكيد كل حد بيتفرج علينا ليه اذواق في الحاجات دي. حاجه هتعجبه وحاجه مش هتعجبه، ممكن تعجبكم كلها الله اعلم. بس جربوا حتى لو كميه صغيره وشوفوا الطعم، يعني مش تخسروا حاجه لو جربتوا. اهي. وناخد واحده صغيره اهي.
ناخد كده حاجه كده في النص بسيطه. ادي كده عندي موس الرنجه. تمام. طيب يلا بقى نشوف كده المعجنات. يعني فاضل لها بس ايه حاجه بسيطه جدا. عقبال ما نقول احنا عملنا ايه تكون المعجنات كمان جاهزه معانا. ممكن نحضر لها طبق بالمره. الايه احنا هنا كده سلطه البطاطس عباره عن بطاطس متقطعه مكعبات خلاص. ومهمه قوي زي ما بقول لكم ان احنا لازم نسلقها 3/4 سلق مش سلق كامل. عندي قطع من الرنجه، عندي جزر، عندي فلفل بقدونس، عندنا عصير ليمون، عندنا مايونيز، بصل طبعا اساسي. اقلب كله مع بعض وبقدمها بالشكل اللي احنا شايفينه. نيجي بعد كده لموس البطارخ. موس البطارخ وجربوه ان شاء الله هيعجبكم. عندي بطارخ وعليها معلقتين، يعني هنقول حوالي بطارخ 3 سمكات تقريبا او 4. هننزل عليهم بمعلقتين من المايونيز ومعلقتين من الطحينه، عصير ليمون وبصل. بضربهم بالهاند بليندر في الكبه لحد ما يكون عندي كريمي بالشكل ده. الرنجه بصوص الشبت عندي عباره عن ايه بقى؟ هحط كل حاجه على النار فيما عدا الرنجه اللي هي ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه خل، عصير ليمونه، عندي معلقتين مستردة وعندي شبت وعندي فلفل الوان. اول ما يغلي هنزل على طول عليه على الرنجه. خلاص شوف بس المعجنات اهي خلاص تمام كده معانا. المعجنات دي زي ما قلت لكم ان هي اي عجينه عندكم خلاص، مش شرط عجينه محدده. واللي على الوش ده هيكون عباره عندي عن رنجه، مايونيز خلاص. بقلبهم مع بعض بضيفهم عندي على الوش اهي بالشكل ده. وبعد كده بضيف شرايح من البصل وعندي شرايح من الزيتون وممكن فلفل زي ما تحبوا. دي بالنسبه لمعجنات الرنجه. طيب الطبق بقى اللي انا بعتز بيه جدا الحقيقه وهي موس الرنجه. موس الرنجة عندي عبارة عن ايه؟ عندي مقدار من سمك الرنجة، هنقول تقريبا 4 سمكات مثلا او 3 سمكات من لحم الرنجة الصافي. هضيف معاه بصل احمر، هضيف معاه بصل اخضر لو موجود طبعا، فلفل شبت بقدونس، عندي كمان مايونيز وعندي طحينه حوالي نص كوبايه تقريبا من الطحينه متخففه بس بسيطه بقى كريمي بس مش اكتر. عندي حوالي معلقتين من المايونيز، معلقه من الزيت، وعندي عصير طبعا ليمونه، معلقتين من الخل. بخفقهم كلهم لحد ما يكون عندي كريمي بالشكل ده. وابتدي اقدمه مع اي خضروات، يعني على قد ما تقدروا خضروات، على قد ما نقدر مشروبات دافيه سواء شاي اخضر، ينسون، نعناع، ليمون. طبعا الحاجات دي اساسيه جدا جدا بعد الاكلات دي. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وكل سنه وانتم طيبين.